هموت واعرف المسلسل ده بجد محدش ليه اتكلم عنه، لا عن نجاحه، عن تأثيره اللي عمله في المجتمع التركي وقت عرضه. النهارده اول جزء من سلسله فيديوهات مسلسلات تركيه محدش اتكلم عنها ومحدش شهرها، بس انا هتكلم عنها وهشهرها. هتكلم على واحد من اهم المسلسلات التركيه اللي اتعرضت سنه 2020 على نتفليكس، مسلسل طيف اسطنبول. بيدور عن بنت من قريه بسيطه متدينه في مجتمع شبه مغلق، بتضطر بسبب ظروف معينه ان هي تروح لدكتوره نفسيه، والدكتوره النفسيه دي بتبقى من مجتمع وثقافه مختلفه تماما. دكتوره عاشت في اوروبا، منفتحه، مش معترفه باي عادات وتقاليد. مخرج والكاتب بيحط لك الشخصيتين دول قدام بعض وبيقول لك هل الشخصيه المنفتحه المثقفه دي هل هتتقبل الشخصيه اللي قدامها تعملها كمريضه فعلا، ولا هيبقى عندها حكم مسبق عليها وعلى كل حاجه البنت دي بتحكيها لها. هنا هتشوف الصراع اللي بتعيشه مجتمعات كتيره قوي، مجتمع كل واحد فيه بيحكم على التاني لمجرد انه مختلف عنه. يا جماعه انتوا لازم تتفرجوا على المسلسل ده. مسلسل جزء واحد بس، 8 حلقات، كل حلقه ساعه الا ربع او ساعه. عاوزاكم انتوا كمان تتفرجوا على المسلسل وتقولوا لي انتوا كمان ايه وجهه نظركم.